وسهلا فيكم فيديو جديد معي أنا شيف أريج. اليوم الفيديو ما فيه لا وصفة ولا حلو ولا أي شيء. اليوم حابة هيك أخذكم معي بتجهيز زينة رمضان للبيت. هيك الله يا رب إن شاء الله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. في كم يوم وبدخل علينا الشهر الكريم، فاليوم هيك حابة زين البيت وهيك أورجيكم ترتيب وزينة تبعيت بيتي. انا مالي هالسنه مالي شاريه يعني شيء جديد ابدا، راح استعمل الزينه اللي عندي راح اورجيكم اياها. ما اشتريت شيء لانه انا بعد رمضان فورا راح انقل من هالبيت فلهذا السبب ما حبيت اشتري شيء، يعني لاشوف البيت الجديد كيف راح يكون، على اساس ان شاء الله اذا الله احيانا فسنه الجاي بشتري جديد. اصلا يعني عندي ما شاء الله زينه بتكفي وبتوفي. فهلا هيك راح اورجيكم اول شيء القطع وبعدها راح نزين سوا. اول شيء عندي هاي العربيه كتير حلوة، كتير بحبها. هي أخدتها كم هديك السنة. هي هيك حلوة كزينة، حلوة إذا هيك حطيت فيها معروك كب كيك أي شيء، كمان حلوة تمر. فهي هيك موجودة عندي. هاي طبعا عندي هذا هيك هلال صغير، وهون هاد مثل ما لكم شايفين هيك ليد فوانيس. هلا نشوف كمان كيف رح نحط. أنا كل سنة بحب إنه ما بعمل نفس إنه ما بعمل نفس الترتيب، فكل سنة بغير بالترتيب كيف رح تكون الزينة. فرح نشوف هالسنة كيف رح نساويها. وعندي كمان هذا الهلال، هاد صار له عندي شي 5 سنين. هذا أول زينة بعملها للبيت. هيك أول ما طلعت زينة رمضان فأنا هذا عملته وقتها على إيدي، وبصراحة كل سنة بقول بدي كبه وما بعرف ما بس خليش ما بعرف يعني ما بعرف بحبه هيك حلو نعوم للمطبخ كذا يعني. ما بعرف بقول لا ما راح كبه، كل سنة بقول لا خلاص راح يعني خلاص ما راح استعمله، عندي شيء تاني فلا برجع ما يعني بقول إلا بدي استخدمه. وفي عندي هذا العرق فما بعرف هلا عم بفكر إنه أشيل هدول واستخدم هذا العرق هيك عليه. ايش رأيكم؟ ولا لا اتركه هيك؟ ما بعرف هلا لنشوف، مش بخطر لي اعمل، لنشوفها على الاساس. وعندي كمان هاي هيك علبة للتمور وهيك لاشياء رمضان كتير حلوة كمان كتير بحبها. هدول طبعا كمان هدول الوحيدين اشتريتهم هالسنة اللي هن هيك مناديل جنب القهوة لرمضان كتير حلوين حبيتهم. وهلا رح فرجيكم قطع كتير حلوة هاي السنة وصلوني من شغل صبية، عن جد كتير حلوات ومحروفات وبجننوا. ورح احط لكم رقم الصبية بأول تعليق، رح ثبت التعليق إذا حبيتوا تاخذوا من عندها. شوفوا الجمال. طلعوا أورجيكم وحدة وحدة. شوفوا أول شي هاي النخلة، شايفين ما أحلاها وفكرة كتير جديدة. طبعا هدول كلهم هاند ميد يعني ما بتلاقوا منهم بالسوق أبدا. شايفين ما أحلاها كتير حلوة للتمور كهيك حتى يعني صنادية برمضان كتير حلوة بتجنن. هدول وصلوني هالسنة. وكمان شوفوا هذا كمان شغلة، شايفين هيك أورجيكم طلعوا ما أحلى يعني في أحلى من هيك مثل ما ترى كله شغل هاند ميد يعني كتير حلو كتير بجنن كتير ناعوم. كابري يعني بالسوق ما رح تلاقوا هيك قطعة مرتبة وحلوة. هدول كلهم وصلوني من عند صبية، رح احط لكم رقمها باول تعليق اذا حبيتوا تطلبوا من عندها. وفي عندها كتير تشكيله حلوه لرمضان للعيد لكل اوقات السنه، يعني في عندها كتير اشياء حلوه فيكم تتواصلوا معها وتتابعوها. وكمان عندي من هديك السنه هدول، هلا رح فرجيكم هدول هيك صايرين كلمه رمضان كريم هالقصص داخلين ببعضهم. هلا رح بس افتحهم رح تشوفوهم هيك صايرين هدول، شايفين من هدول كمان عندي اياهم من هديك السنة. فهلا هي كل الزينة عندي مثل ما تكونوا شايفين خفيفة نظيفة وانا اساسا يعني مالي حابة انه هيك اعجق كتير بالبيت، فخلص يعني رح استخدم موجود عندي وبس. خلينا نشوف سوا. بما انه فيديو اليوم هو عم بيحكي عن زينة رمضان، فانا حبيت احكي معكم بهالموضوع وبتمنى تشاركوني رأيكم بالتعليقات.
كتير ملاحظين انه باخر كم سنة صعب يكون كتير في مبالغة بزينة رمضان. طبعا انا مالي ضد، وانا يعني مثل ما يكون شايفين انا من الاشخاص بحب ازين بيتي، بس المبالغة يلي عم بتصير بزينة رمضان والاسراف يلي عم بصير يعني ابدا مو طبيعي. انا مع انه نزين، خصوصا انه نحن بالغربة. بالعكس يعني هذا الشيء بيعتبر من رمضان بيعتبر من شعائر الله، فنحن حلو ان نحن نعظم شعائر الله ونزين ونفرح ونعلم أولادنا. يعني خصوصي هون بالغربة ما في لا بهجة لرمضان، لا أجواء رمضان ولا شيء. بس أنا ضد المبالغة اللي عم بتصير. يعني أنا مثل هلا مثلا عندي زينة من السنة الماضية، فأنا ما في داعي إنه أرجع أروح أجيب شيء جديد وأعمل كمية إسراف كتير كبيرة. يعني حسي أنا آخر فترة صاير رمضان بس مظاهر، يعني بس للقفاطين، لللبس، للزينة. فلا يعني نحن فينا نعمل شي خفيف وبسيط وحلو بنفس الوقت، ونفرح ونفرح أهل بيتنا ونفرح أولادنا بهالموضوع. فأنتوا شو رأيكم؟ كيف بتشوفوا إنه أمر الزينة برمضان؟ وهل كلامي صح ولا لا؟ يعني أنا مع إنه أنا من الأشخاص اللي صار لي 4-5 سنين دائما بزين لرمضان وبحب إني أعمل، بس بدون مبالغة. يعني إنه بالشي الموجود عندي، ما عندي ممكن أشتري كم قطعة ويكون هيك زينة خفيفة، يعني ما فيها أوفرة. يعني ما في داعي إنه أروح أجيب شي لازمني وشي مو لازمني، أو ألحق كل ترند وكل موضة مشان كذا. وحتى بالنسبة لللبس يعني صرنا نلاحظ إنه ما بيكمل رمضان إلا بالقفاطين وباللبس. كمان أنا مالي ضد، بس إنه بدون مبالغة، بدون إسراف بهالموضوع. يعني عن جد فينا نعمل شي حلو وبدون أي إسراف وأي مبالغة أبدا يعني. وبنفس الوقت بنكون زينا البيت وفرحنا الأولاد، ونحن كمان فرحنا بأجواء رمضان. هيك كانت زينة نهائية عندي مثل ما لكم شايفين. هون حطيت هيك هذا الكورنر هون بالزاوية، حبيت احط هدول مع الهلال هون. طلعوا ما احلى صار الهلال، شايفين كتير حلو. لسه ما غابت الشمس منيح، فالإضاءة بالليل راح تكون كتير حلوة بتجنن. أورجيكم كمان هون هيك حطيت هدول المخدات، مخدات رمضان. بالعادة أنا كل سنة بحطهم على الأرض، بس هيك هالسنة حبيت هيك أغير وحطهم على الكنبايات. وهذا هون كمان تبع المشروبات والعصاير. بكرة رمضان رح أعبيه دائما هيك إن شاء الله بعد الفطور بيكون جاهز. وهون عندي الطاولة هيك حبيت أعملها يكون شي بسيط بس. يعني آخر الشي هلأ إيش تذكرت إنه ما عندي بخور، بدي شغل البخور فنسيت، بس يلا مو مشكلة. شايفين ما أحلى؟ أنا هاي بعبيها قبل رمضان بيوم، بعبيها بتركها هيك دائما مفتوحة
عشان ناكل منه دائما، معبية تمور مجففات وهالقصص. وهون كمان راح احط تمر مغطس بالشوكولا. وهيك حبيت تكون هيك الطاولة يعني مناسبة لرمضان. هون عندي آخر قسم، هذا الهلال قلت لكم عليه قررت اني احطه هون بالاخير. وهيك عندي كمان على طاولة التلفزيون حطيت هون العربية، هدول الفوانيس والإضاءة. وبس هيك. إن شاء الله تكونوا هيك حبيتوا. اكتبوا لي بالتعليقات انتوا كيف كانت زينتكم لهالسنة، حبيتوا الزينة ولا لا، كيف شفتوهم. واشوفكم فيديو جديد. سلام.